السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ معكم مالك، وانا بحاول دايما معاكم واقدم لكم كل جديد. اسأل الله التوفيق والسداد. مش هناخد من وقتكم كتير، يلا نستمتع. ايه يا عم مالك؟ في ايه؟ مفيش يا عم. قول يا عم، بس وشك فاتحة. قول بس، مالك في ايه؟ مفيش حاجة يا عم، تعبان ومخنوق. كل يوم اسأل نفسي انا اللي عايش. كل يوم نفس المشاكل ونفس الروتين ونفس اليوم ما بيتغيرش. كل الناس بتتقدم ما عدا انا اللي واقف في مكان محلك سر. بس كده يا عم، صلي على النبي في قلبك. كنت اول واحد يحصل مع كده. ما الدنيا كلها مخنوقه، الدنيا كلها فيها اللي مكفيها، بس الذكي هو اللي يضحك في الاخر، هو اللي يعرف يغير نفسه، هو اللي يعرف يخرج بره الصندوق. ضحك بس يا عم. انا ده انا حتى مش لاقي الوقت اضحك. يعني انا كل يوم اقول الدنيا هتتحسن، الدنيا هتظبط، ما الاقيش اي حاجه بتتغير. وده ايه؟ ده بتبوظ اكتر. يا عمي ماشي حبيبي، ماشي. خلاص الدنيا كده، خلاص هتفضل قاعد تشحت الهم، بتدور ازاي تعكنن على نفسك؟ قوم يا عم اعمل اي حاجه جديده، اتحرك، جرب حاجه جديده، اتعلم حاجه جديده. مش هتخسر حاجه. يا اسطى سيبك بس من الكلام دوت. كله تضييع للوقت، كله تضييع للوقت. انا عارف اخرها ايه، كله على الفاضي. يا ابني انت ليه بتصفر الصفارة وتقول الماتش خلص قبل ما يبدأ؟ انت ليه بتعلن النهاية قبل ما بتبدأ؟ ما تحاول الأول. يا عم ما كل حاجة مقفولة، عامل ايه يعني؟ طب ما انا شايف نفس الكلام اللي انت شايفه، ونفس الحياة اللي انت عايشها انا عايشها. بس في فرق ما بيني وما بينك. انا عندي امل في وسط الخراب اللي انا فيه ده. في امل، اكيد في امل، اكيد. اكيد اخرتها احسن من كده، اكيد. يا عم سيبك بس من الكلام دوت، سيبك من كلام الكتب دوت. ده الناس ماشية في الشارع بتكلم نفسها. انا بقى اللي هبقى هطلع الجوهرة اللي في المجتمع، انا اللي هغير الكون. كلامك صح، تمام معاك. بس عايزك تحط حاجة في دماغك. انت ليه ربك بيصحيك تاني يوم؟ ليه انت لحد دلوقتي عايش؟ عشان كمالة عدد ولا عشان التوازن البيئي؟ لا طبعا. ربك بيصحيك تاني يوم، ده له معنى واحد. ان يكون النهارده احسن من امبارح، وبكره احسن من النهارده، وبعده احسن من بكره، وهكذا. ان ربك بيصحيك تاني يوم عشان لسه في امل. لسه في امل، بيديك فرصة انك تعدل من نفسك. طب لو انا عملت اللي انت بتقول عليه دوت ووقعت تاني، هعمل ايه؟ قوم. طب لو وقعت تاني، قوم تاني. هتعمل ايه؟ قوم تاني لحد ما تتعلم ازاي ما تقعش. اصل انت ما عندكش حل تاني. انت هتفضل عايش، الدنيا تعارك فيك وانت تعارك فيها. ما عندكش حل تاني انك تنجح. لازم تحاول وتنجح لحد ما تقف على رجليك. ايه يا عم، ده انت دماغك تقيلة ولا ايه يا عم؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايوه تقيل، بس في التفاؤل والامل، مش تقيلة في النكد. طب انت يعني شايف ان في امل لسه يعني؟ طبعا يا صاحبي لسه في امل. الامل زي النفس، طول ما انت لسه عايش اكيد لسه في امل. اكيد لسه في حياة بتقولك يلا نتغير، ده اكيد. ماشي يا عم، بس يا رب بس نلاقيه. نلاقيه والله يا صاحبي بإذن الله. بس هتلاقيه امتى؟ لما تفضل تدور عليه، لما يفضل يكون عندك يقين بالله سبحانه وتعالى ان لسه ربك اكيد عنده الاعظم من اللي انت بتتمناه. ونعم بالله يعني، ونعم بالله. انا هحاول وهفضل احاول باذن الله لحد ما اتغير، ولحد ما اشوف انا هعمل ايه. شكرا يا صاحبي. عليا يا صاحبي، ده واجب عليا. لما اشوفك بتفكر غلط او ماشي غلط، واجب عليك انصح. احنا كلنا اسباب لبعض.